يا صباح الفل وصباح الورد وصباح الياسمين وصباح الطاقة الإيجابية. بصوا بقى، أنا كنت النهاردة عايزة أعمل مفاجأة لحباب بنتي وأروح لها على باب الامتحان عند المدرسة وأفاجئها. أنا والله العظيم ما عملتش كده قبل كده خالص. بس عشان يعتبر دي أول مادة عندها في الثانوية العامة العربي. الدين مش بيضاف للمجموع، ما رحتلهاش ولا الاقتصاد والإحصاء. فقلت بقى أنا عايزة أعمل لها مفاجأة. أنا وباباه قال لي انا حتى كنت هيخلص شغل في اليوم ده بدري، فقال لي هجيلك هناك برضو على باب المدرسه ونعمل لها المفاجاه دي. فبصوا بقى، كان في اليوم ده طبعا عندي معهد وده كان اخر يوم في المعهد. قلت بقى هطلع من المعهد عليها. انا مش عارفه اول صوره في الفيديو باينه ولا لا. فقلت بقى طلعت من المعهد. اقفل الباب عليا، اقفل الباب عليا يا بلال. طلعت من المعهد بدري، كنت مخلصين المعهد حوالي الساعه 11 و10 او حاجه زي كده. قلت بقى انزل اروح لها كده واعمل لها السربرايز دي انا وباباها عشان تفرح. ده يا جماعه اسمه دعم نفسي ودعم معنوي، وكل اللي انتوا عايزين تقولوه. والله العظيم انا القعده بتاعتي الشويه اللي انا قعدتهم دول، وشفت اولياء الامور اللي قاعدين من 8 الصبح واللي قاعدين من 9 الصبح ودوا ولادهم الامتحان وقاعدين على باب المدرسه. انا فضلت قاعده شويه واقوم ابص شويه، بصوا بقيت فضلت رايحه جايه كده. الله يكون في عون اولياء الامور. كلنا كنا قاعدين على اعصابنا، هم جوه في الامتحان في اللجنه. مش قادره اقول لكم ازاي، وقاعدين ندعي وندعي لهم وقاعده استغفر وقاعده اصلي على النبي واستغفر واقول اذكار. وبصوا المنظر والامن، وبصوا الدنيا كلها فيها توتر شويه. وبقينا قاعدين والله العظيم ما بطلت دعاء. انا بقيت قاعده يا رب يسهل لك يا بنتي امتحانك، يا رب يسهل لك يا بنتي امتحانك انت واصحابك وكل اللي زيك. وفي المعهد بقيت اقول لهم بالله عليكم ادعوا لهم كلهم، ادعوا لطلاب الثانويه العامه كلهم. بس ان انا اول مره اعملها لها واعمل لها مفاجاه ان انا اقف لها على باب المدرسه دي، مش قادره اقول لكم الفرحه اللي هي كانت فيها. والمقطع اللي هي لما طلعت من الامتحان وكلمتكم اتمسح والله العظيم. انا ما لقيتش ان انا سجلته عشان كان في الشمس ما كنتش شايفه. وهنا بقى كنا مروحين انا وجوزي بقى، وكنا خلاص يعني هي كانت رايحه